السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في بين الدنيا والآخرة، المكان اللي هنحاول فيه نفهم نفسنا أكتر ونقرب من ربنا أكتر ونفتكر إن الدنيا دي مش آخر الطريق. يمكن وانت بتسمعني دلوقتي عندك هم أو ذنب مش قادر تنساه، أو خوف من المستقبل، أو حتى حاسس إن قلبك بقى تقيل وما بقاش فيه الراحة اللي كنت بتحسها زمان. الغريب إننا بقينا نملك حاجات أكتر لكن الطمأنينة أقل. بقينا نضحك بس من جوانا في حاجة ناقصة. يا ترى إيه السبب؟ خليني أحكي لك موقف. تخيل إن معاك أحدث موبايل في العالم لكن البطارية فاضية، هتعرف تستخدمه؟ أكيد لأ. قلب الإنسان زي البطارية بالظبط، لو اتشحن بقربه من ربنا هيستحمل ضغوط الدنيا، ولو فضل بعيد هيفضل يدور على الراحة في كل مكان ومش هيلاقيها. علشان كده في ناس عندها فلوس وسفر وشهرة ومع ذلك مش مرتاحة، وفي ناس بسيطة جدا لكن أول ما تشوف وشها تحس إنها مطمنة. الفرق مش في الفلوس، الفرق في اللي جوه القلب. ربنا سبحانه وتعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تأمل الآية، ربنا ما قالش ألا بالمال ولا بالشهرة ولا بالنجاح، قال بذكر الله. وده معناه إن الإنسان مهما جرب هيفضل فيه فراغ لحد ما يقرب من ربنا. عارف لما تكون تايه وحد يجي يمسك إيدك ويقولك تعالى الطريق من هنا؟ الإحساس ده هو نفس إحساس الإنسان لما يرجع لربنا بعد فترة بعد. يمكن المشاكل لسه موجودة لكن قلبه بقى أقوى. طيب أعمل إيه لو فعلا حاسس إن قلبي بعيد؟ ابدأ بحاجة بسيطة جدا. بعد ما تخلص الحلقة قول: يا رب أنا رجعت لك، حتى لو بذنبك، حتى لو مقصر، حتى لو حاسس إنك بعيد. ربنا سبحانه وتعالى بيفرح بتوبة عبده، وما تستناش تبقى كامل علشان ترجع. ارجع وربنا هو اللي هيكملك. في النهاية افتكر إن الدنيا رحلة، وإننا كلنا ماشيين في طريق واحد، طريق نهايته لقاء ربنا. فحاول كل يوم تتزود بحاجة تنفعك هناك، ولو الحلقة لمست قلبك شاركها مع حد بتحبه، يمكن تكون سبب في رجوعه لربنا. تفتكر ليه رغم إننا بنتوب بنرجع لنفس الذنب؟ الإجابة في الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.